تقرير أمريكي يتوقع تجميد المغرب للاتفاقية التطبيع بسبب الحرب ضد غزة في خضم تواصل العمليات العسكرية الإسرائيلية على قطاع غزة وتوالي المواقف الدولية الرافضة للاستمرار والعدوان على المدنيين من الدول نفسها التي استأنفت مؤخرا علاقاتها الدبلوماسية مع الدولة العبرية على غرار المغرب. توقع تقرير لمجلة World Politics Review الأمريكية أن يخلف استمرار الهجوم على غزة أثرا عميقا في علاقة الرباط وتل أبيب، وبالتالي إضعاف العلاقات بين البلدين مع ما يعنيه ذلك من تجميد للتطبيع أو التراجع عنه. وأشار المصدر ذاته إلى أن العلاقات المغربية باتت تواجه تحديا كبيرا يتمثل في كون أغلب المواطنين المغاربة يساندون تقليديا القضية الفلسطينية، مسجلا أن انخراط الرباط في اتفاقيات أبراهام وتطبيع علاقاتها الدبلوماسية مع الكيان مقابل اعتراف واشنطن بسيادة المغرب على صحرائه كان بالنسبة للسلطات المغربية مبادرة تستحق المخاطرة، حيث جعلت المملكة من تثبيت سيادتها على أقاليمها الجنوبية هدفا رئيسيا لسياساتها الخارجية. في هذا الصدد أوردت المجلة الأمريكية عينها أن الاعتراف بالسيادة المغربية على الصحراء أصبح متأصلا في رسائل وخطابات الدولة المغربية، إذ اعتاد الدبلوماسيون الأجانب تلقي توبيخات شديدة اللهجة من المسؤولين المغاربة في أي وقت يتبنون أدنى تقدير من التحفظ حول وحدة أراضي المملكة، موضحة أن اختيارات المغرب علاقته بقضية الصحراء وعلاقاته مع الكيان كانت حتى 7 أكتوبر لا يمكن التشكيك فيها. وأشار التقرير ذاته إلى أن المغرب نجح قبل الحرب الحالية إلى جعل الروابط مع الكيان حقيقة لا تقبل الجدل، مذكرا في الوقت ذاته بالتوبيخ الملكي لحزب العدالة والتنمية حينما اتهم عبد الإله بن كيران وزير الخارجية المغربي بالانحياز إلى تل أبيب في مارس الماضي، إذ أكدت المؤسسة الملكية أنه لا ينبغي استخدام هذه القضية لتحقيق مكاسب سياسية. وانطلق المصدر ذاته في استعراض التحولات التي طرأت على العلاقة المغربية والكيان منذ نهاية عام 2022 إلى حدود بداية شهر أكتوبر الماضي، إذ تبادل البلدان زيارات على أعلى المستويات قبل أن يصل الأمر إلى اعتراف تل أبيب بمغربية الصحراء، ما فتح المجال حينها إلى إمكانية زيارة بنيامين نتنياهو إلى الرباط. ونظرا للأزمة الإنسانية الحالية في غزة فإن التطبيع بين البلدين يبدو أنه سيتجمد وقد يصل الأمر إلى حد التراجع عنه. وأشارت مجلة World Politics Review إلى سماح السلطات المغربية بتنظيم الاحتجاجات والمظاهرات التضامنية مع فلسطين، حيث داست أقدام المتظاهرين على الأعلام الصهيونية والأمريكية ورددوا شعارات ضد التطبيع مع تل أبيب، لافتة إلى أن الرباط لم تعد أمامها سوى خيارات قليلة كالأمل في أن ينتهي الصراع قريبا، إذ يبدو أن المغرب يعول إلى نهاية مسيرة نتنياهو السياسية مع نهاية الحرب، وبالتالي إعادة التأكيد على حقيقة الروابط التاريخية مع الجالية المغربية في الكيان الصهيوني بشكل يتجاوز سياسات الحكومة الإسرائيلية الحالية. في السياق نفسه شددت المجلة على أن كل شيء يتوقف بالنسبة للمغرب عند المدة التي سيستمر فيها الهجوم الإسرائيلي، موضحة نقلا عن أحد المحللين أنه من المستبعد أن تنتهي الأزمة الحالية مسلسل التطبيع المغربي الإسرائيلي، غير أن هذا لن يحدث إلا إذا كانت الحرب قصيرة. أما إذا استمر الهجوم لأشهر مع ارتفاع أعداد الضحايا فإن هذا سيضع الدولة المغربية في موقف حرج قليلا قد يؤثر على التطبيع، بل وقد يؤدي إلى التراجع عنه ووقفه.